أهلا ومرحبا بك. لو لسه ما اشتركتش في القناة فممكن تشترك دلوقتي عادي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على زر اللايك علشان يدعمني جدا. بيبدأ فيلم النهاردة ببطلنا جون وهو في مهمة في سوريا الحبيبة بعد ما الجيش الأمريكي دمرها، وهو هناك هو وفرقته علشان يرجعوا راهنة اتخطفت على إيد الجيش السوري، والراهنة بتكون عبارة عن دبلوماسي أمريكي، وفي الوقت المناسب بيهجم هو وفرقته على المكان المحدد وبيقتلوا الجنود اللي فيه، وكمان بيقدروا يحرروا الراهنة اللي جايين علشانها. لكن جون بيكتشف إن دول مش سوريين، إنما دول جنود من الجيش الروسي، فبيقول كده الرئيس ريتر اللي بيعمل فيها مش سامع، وبيقول له يلا نخرج من هنا. لكن وهم خارجين بيترمى عليهم قنبله بتفجر الارض وبيقعوا للدور اللي تحتهم وواحد بيتصاب. فجون بيعرف رايتر اللي مش بيكون مهتم غير بالرهينه وبياخدها وبيخلع، وبيسيب فرقته تواجه الروس وبيحصل ما بينهم ضرب نار عنيف. وكريم بتعرف صاحبنا ان رايتر خدعهم ودخلهم مستودع سلاح روسي، فبيقول لها احنا لازم نخرج من هنا باي طريقه، وبيقتلوا اتنين وهم خارجين لحد ما بيوصلوا للطياره اللي جايه تاخدهم وبيلحقوا اصحابهم. وبيلوم رايتر لانه كان قايل لهم دول سوريين ومرتزقه وطلعوا روس وهو كان عارف ده كده، فبيتخانق معاه لان واحد من رجالته مات، فبيقول له ما هو ده شغلك، انت شغال علشان تموت. فبيتضايق منه وكان هيضربه وكان مصدوم من اللي حصل. وبيعدي 3 شهور على الكلام ده وبنروح لامريكا، وجون مع مراته الحامل بيحتفلوا في بيت اخوه اللي بيعرفه انه خلاص عايز يسيب الجيش ويعيش حياه بسيطه وهاديه. فبيقول له انت قربت تخلف بنت، يعني المصاريف هتبقى زياده، راجع نفسك في القرار ده. لكن صاحبنا بيكون عايز يقضي وقت اكتر مع عيلته. ومن ناحيه تانيه بنروح لصديقه اللي كان معاه في اخر مهمه في سوريا، وبيخرج من بيته علشان يرمي القمامه، لكن بنشوف عربيه بتخبطه وبتجري بسرعه بعد ما بتتاكد انه مات. وفي مكان تاني بنشوف صديقه التاني برضه اللي كان معاه في المهمه دي، وبيكون سايق وبيكلم مراته علشان يعرفها انه راجع للبيت، لكن نفس العربيه بتقف قدامه وبينزل منها شخص مسلح وبيخلص عليه في نص الشارع وبيهرب. وجون بيكون رجع بيته مع مراته وبيسيبها تنام في غرفتها وبينزل ينام هو على الكنبه، ولحد هنا الدنيا تمام. لكن بيوصل فرقه مسلحه لبيته وبيفصلوا النور عنه. ساعتها صاحبنا بيحس بحاجة غريبة، فبينزل يجيب سلاحه وكشاف من القبو بتاعه علشان مش حاسس بالأمان. لكن 2 من الرجالة بيكونوا وصلوا لغرفة مراته وبيخلصوا عليها، وواحد منهم بيقول للتاني أنا مستعد، فبيخلص عليه وشكلها مهمة انتحارية. بس جون بيكون طلع وشاف واحد فبيخلص عليه، وبيقابل التاني على السلم فبيموته وهو مستغرب العصابة دي عايزة منه إيه، لحد ما بيوصل لآخر واحد وهما الاتنين بيضربوا النار على بعض وبيقعوا مصابين. والكشاف بيجي على وش الراجل ده وجون بيشوفه، فالتاني بيمسك سلاحه وبيضربه، لكن لحسن الحظ ما بقاش معاه ذخيره، فبيقوم يتحرك وهو مصاب في رجله وبيهرب. فصاحبنا بيكمل زحفه وهو بينزف لحد ما بيوصل لغرفه مراته وبيلاقيها ميته، فبيتصدم وبيفضل يعيط لحد ما بيغمى عليه، والاسعاف بتيجي تنقله للمستشفى علشان يلحقوه لان اصابته خطيره. وبعدها بنشوف اجتماع للقضاء ورايتر بيكون معاهم، وبيقول لهم ان في 3 من الفرقه الخاصه تعرضوا للهجوم و2 ماتوا، والتالت هو جون اللي لسه عايش. وبيتهم ال3 دول انهم شغالين مع مهربين مخدرات واسلحه وهضروا بيهم وقتلوهم في النهايه، ومستني جون يفوق علشان يحقق معاه. فكارين بتكون مصدومه من كلامه لان دول رجالتها، وبتروح تتخانق معاه لانه اكتر واحد عارف انهم مش فاسدين، وبتكون حاسه انه هو ورا كل اللي حصل ده. فبتروح تزور جون صديقها اللي كان مصاب اصابات خطيره والدكاتره قدروا ينقذوه، واول لما فاق سالها عن مراته وبنته فبتعرفوا انهم للاسف ماتوا، فبيعيط وهو مصدوم. وبيعرفها كمان ان الناس اللي عملت كده كانوا متدربين، واللي كان في غرفه مراته كان ميت اصلا قبل ما يوصل له، وواحد فيهم عاش وهرب. فبتعرفوا انها هتفضل ورا القضيه دي لحد ما توصل للي عمل كده. وصاحبنا بيبدا تدريب علشان يرجع لقوته من تاني، وهي بتروح تقابل الوزير ومعاهم رايتر اللي بيكون بحث في الموضوع وعرف ان اللي قتلوا الرجاله دول كانوا جنود روس، وعملوا كده علشان واحد من ال3 كان ليه علاقه بالروس اللي ماتوا في سوريا. فكارين بتقول له يبقى احنا اتعلم علينا على ارضنا ولازم نرد اللي حصل. لكن رايتر بيقول لها ان سير رئيسه مكتب المخابرات قالت ان كده تعادل، احنا قتلنا الناس بتوعهم في سوريا وهم قتلوا الناس بتوعنا هنا وكده خالصين. فكريم بتتصدم من كلامه، وحتى الوزير مش بيكون عارف يعمل حاجه. فبتروح تقابل جون وبتعرفوا ان القضيه بتاعت قتل مراته اتقفلت، بس لانه صديقها بتديله هويه الناس اللي هجموا عليه، بس دول اللي ماتوا وناقص الرابع اللي هرب. لكن الوكاله مش رضيت تقول على هويته لان امريكا مش قد حرب مع روسيا حاليا. لكن كريم بتديله صوره واحد اسمه اندريه وبتقوله ده اللي يعرف هويه الشخص الرابع، روح له بقى واعرف منه مين الشخص ده بطريقتك. فبيرجع لبيته وبيقعد قدام سرير مراته اللي ماتت عليه وبيفضل يعيط، وبيجيب سلاح وبيفكر انه ينتحر، لكنه بيتراجع عن اللي في دماغه وبيقرر انه ينتقم من اللي عمله كده الاول. فبيلبس وبيروح عند بيت اندرو وهو سكران وبيتكلم مع الحراس، وده كله علشان يشوفه وهو خارج من بيته ومعاه كام عربيه حراسه. فبيسيبهم وبيمشي وبيلاقيه راكب ونش وماشي وراه، وبيبلغ الشرطه ان في شخص مسلح راكب عربيه قدامه. ساعتها الشرطه بتوقف عربيه الحراسه بتاعت اندريو وبقى ماشي لوحده للمطار. فجون بيدخل فيه وبيخرج من عربيته وبيغرق العربيه
عربية بنزين علشان يولع فيها، وبعدين بيفتح الباب وبيركب معاه وبيقول له اديني اسم الشخص الرابع اللي كان في بيتي، لكنه بيرفض وبيقول له المفروض تكون ميت من زمان. فبيديله طقة في كتفه وبيقول له التانية هتبقى في قلبك لو ما قلتش. والأكسجين بدأ يخلص من العربية، فبيقول له على الاسم الرابع وهو فيكتور. فبيخرج من العربية يسلم نفسه للشرطة بعد ما بيعرفهم إنه ظابط. وتاني يوم بالليل الأخبار بتتكلم عن اللي حصل وإن في عملاء روس قتلوا ضباط أمريكان جوه أمريكا، وده اللي بيعمل قلق في المجتمع الأمريكي كله. فالوزير بيبص لرايتر اللي بيقوله مش من مصلحتي أسرب المعلومات دي، وأكيد اللي عملت ده هي كارين. فبيبدأوا يفكروا هما الاتنين في طريقة لحل المشكلة دي، وبنشوفها وهي بتزور جون في السجن. فبيقول لها أنا اشتغلت مع الجيش طول حياتي علشان أحمي أمريكا اللي في الآخر مش قادرة تحميني وسابتني أموت أنا وعيلتي من غير ما تعمل أي حاجة. وكمان أنا عرفت أول اسم للشخص الرابع اللي الوزير ما يعرفوش، ولازم يخرجني من هنا علشان أعرفه لأنه سجنني في سجن مليان بالروس وأكيد دي خطة علشان يقتلني. وبنشوفه بعدها وهو في الزنزانة بتاعته والتفكير مالي دماغه ومستعد للهجوم في أي لحظة، لحد ما بيلاقي السجان بيقول له استعد علشان هناخدك في رحلة، لكنه بيرفض يروح معاه وبيفهم إنهم هياخدوه بالعافية. فبيعمل قبضة من التيشيرت بتاعه وبيفتح المية علشان يغرق الغرفة بتاعته ومستعد لأي شيء، لحد ما بيدخلوا الحراس وبيهجموا عليه، لكنه كان عامل حسابه وبيبدأ يضرب فيهم بكل قوته لحد ما بيمسك واحد وبيهددهم بكسر رقبته لو حد قرب منه. فبيقفلوا الزنزانة عليه، ولأنه مش راضي يسمع لحد بيوصل للمارشال كيفن وبيقول له أنا في صفك، وبيديله تليفون لأن في حد عايز يكلمه. وبتطلع كارين اللي بتقول له خلاص أنت هتخرج من السجن، اسمع كلام كيفن وبس. وفعلا بيسمع كلامه وبيخرج معاه من الزنزانة بعد ما علم على بتوع الأمن، وبيركب عربية وبيروح معاهم لمستودع سري، وهناك بيقابل الوزير ومعاه ساري مديرة الاستخبارات، وبيقول لهم على الاسم اللي وصل له وهو فيكتور رايكوف. فكلهم بيتصدموا لما بيسمعوا الاسم ده، وساري بتقول له ده مات، فبيكون عايز يعرف مين الشخص ده. فرايتر بيبدأ يقول له معلومات عنه لأنه راجل مهم جدا وهويته سرية جدا، لأنه عميل روسي للأسف اتزرع وسط المخابرات الأمريكية وطلع في الآخر خاين وقتلوه كذا مرة، لكنه بيظهر من جديد ومحدش يعرف ازاي، وبيعرضوا صور قدامه فبيقدر يتعرف عليه لأنه شاف وشه قبل ما يهرب. وكلهم بيعرفوا إنه لسه عايش والوحش ده مش بيموت خالص. فالوزير بيقرر إنهم يعملوا فرقة علشان يوصلوا لفيكتور ويخلصوا عليه. فجون بيقول لهم أنا هكون من ضمن الفرقة دي، لكن كارين بتقول له معلش بس هو غير مؤهل حاليا يكون معانا. بس الوزير بيعتذر لها وبيقول لها من الأولى إنه يكون في الفرقة اللي هتمسك فيكتور، لأنه هيمسك الشخص اللي مراته اتقتلت على إيده، بس أول لما المهمة تخلص هترجع مكانك في السجن مرة تانية. وبيستعدوا بعدها لما بيروحوا ألمانيا علشان هيسافروا لروسيا بطيارة مدنية علشان الجيش الروسي ما يشكش فيهم نهائي. ورايتر بيقول لهم أقابلكوا هناك بقى، وبيجهزوا أسلحتهم وبيبدأوا المهمة بالليل. فجون بيروح لكارين وبيقول لها بقى أنا مش مستعد للمهمة دي، فبتقول له علشان أنت عايز تنتقم وإحنا في عملية خطف. فبيقول لها أنا عملت كل حاجة لبلدي وجه الوقت ترد لي الجميل، وبيكون حاسس بتأنيب الضمير وبيرمي اللوم على نفسه بسبب قتل مراته وبنته. وبيجي وقت القفز من الطيارة علشان يعملوا المهمة، وبعد ما الكل استعد بيشوفوا طيارة حربية روسية جاية جنبهم، وشكل حد بلغ إن في مهمة سرية لأن الطيارة دي بتضرب جناح الطيارة اللي فيها جون بدون أي مقدمات. وبيستعدوا إنهم ينزلوا للمية والطيارة بتتدمر. فكارين بتقول لهم كلنا نخرج علشان نركب المركب، لكن جون بيكون عايز يجيب المعدات ولسه عايز يكمل المهمة بالرغم إنها اتلغت خلاص، وبيقول لهم المهمة ملهاش لازمة من غير المعدات بتاعتنا. والرجالة كل همها إنهم يخرجوا من هنا سالمين. وهو بينزل في المية وبيروح لغرفة المعدات وبيقدر يربط فيها قميص النجاة علشان تطفو، مع العلم إنه اتخنق وكان هيموت، لكن لحسن حظه بيقدر يخرج في آخر لحظة. وصحابه بيفرحوا لأنه متمسك بالمهمة وهيكملوها. بعد ما قدروا يفتحوا قارب النجاة وبياخدوه وبيروحوا على الميناء، وهناك بيوصلوا للمكان المخصص لهم علشان يبدأوا العملية. والميزة هنا إن الروس مفكرينهم ماتوا، وده هيديهم فرصة يخلصوا المهمة أسرع، وبيبدأوا يتعرفوا على بعض بأسمائهم الحقيقية. لكن جون بينبههم لحاجة، لأن الطيارة بتاعتهم ما اتهاجمتش كده صدفة، وأكيد في خاين معاهم في الفريق، وأكيد الخاين ده مركبش معاهم الطيارة، وما فيش غير رايتر اللي بيروح له مكانه وبيرفعوا في وشه الأسلحة لأن معاها عملاء روس وبيديهم فلوس كمان. فبيتأكدوا إنه خاين يتعاون مع الروس علشان يموتهم، لكن الحياة بتكون غير كده لأنه جاب الناس دي علشان تدلوا على فيكتور. وبيقول لهم كنت لازم أكمل المهمة بعد ما عرفت إنكم متوا، لكن جون كان شاكك فيه وعايز يضربه لولا كارين اللي بتهديه. وبعد التوتر ده كله بيبدأوا المهمة اللي جايين علشان
علشانها، وبياخدوا عربية علشان يروحوا لمكان فيكتور وبيقعدوا في المبنى اللي قدامه، وجون بيشوفه من الشباك بسلاحه وبيفكر كتير إنه يخلص عليه، لكنه بيمسك نفسه علشان عايز يموته وهما وش في وش. لحد ما بيجي الليل وبتبدأ تنفيذ المهمة، وجون هو اللي بيمشي الأول لحد ما بيوصل للشقة وبيقول لهم استنوا علشان يدخل هو ويقفل البوابة لأنه عايز يموت فيكتور بنفسه. وبيدخل الشقة بتاعته وبيلاقيه بيكلمه وهو في الصالة وبيقول له أنا قتلت مراتك علشان قرارك الغبي، وبعدين أنا وأنت مجرد جنود في جيش الملك اللي بيتحكم بينا، أنا كمان عميل في المخابرات الأمريكية اللي بعتت أمريكي زيه علشان يخلص عليا، وبعد ما تخلص مهمتك هتودع أنت كمان. وبيكون مدغم نفسه متفجرات، فجون بيقول له استنى نتكلم علشان أوصل للحقيقة. فبيقول له الحقيقة إن الوزير هو اللي بيقتلنا بعد ما نخلص له مهماته، ومش هتلحق توصل له علشان نموت مستنيك، وبيفجر نفسه. ساعتها بيدخل باقي الفريق وسط الدمار اللي حصل وهم مش فاهمين، بس بيلاقوا طلق من قناصة بتضرب عليهم، وواحد فيهم بيتصاب وبيحاولوا يعرفوا مكان القناص ده علشان ينقذوا صديقهم، بس بيطلع في أكتر من واحد بيضرب عليهم لحد ما بيعملوا هجوم مكثف وبيضربوا في كل مكان علشان جون ينقذ صديقهم المصاب. وبيجوا يخرجوه بيلاقوا قناص مستنيهم في الشقة التانية وبيضرب عليهم نار، فبيتأكدوا إنهم اتحاطوا. في اللحظة دي بتوصل الشرطة الروسية علشان توقف اللي بيحصل، لكن القناصين بيخلصوا عليهم كلهم، وده اللي بيرعب كارين لأن الروس اللي على أرضهم مش قادرين يوقفوا اللي بيحصل. وبكده الحكومة الروسية هتدين العملاء الأمريكيين إنهم قتلوا الشرطيين، وبيفهموا إن دي كلها خطة متدبرة علشان الحرب تقوم ما بين البلدين وهم عبارة عن طعم مش أكتر. فجون بيروح يفجر فجوة في الجدار علشان فريقه يهرب، وكارين بتروح من اتجاه تاني لحد ما بتوصل لأول قناص وبتبدأ تضرب فيه لحد ما في النهاية بتخلص عليه. وجون كان هيساعدها لكنه وصل متأخر، فبياخدها وبيروحوا يجيبوا بقية الفريق، لكن للأسف صديقهم المصاب بيكون خد رصاص كتير ومات للأسف. وكمان الدعم الروسي بيوصل وبيحوط المكان كله، فجون بيقرر إنه يضحي بنفسه علشان يشتت انتباههم وفريقه يهرب، مع إن كارين مش موافقة على اللي بيقوله، لكنه بيصمم بدل ما يخسروا الفريق كله يقدروا يخسروا واحد بس، وكده كده لو رجع هيتسجن في بلده، فالأحسن إنه يموت في أرض المعركة. لكن دي خطة علشان يقولوا إنه مات وما يتسجنش، وصديقته واثقة إنه هيرجع. وبيطلع لآخر دور يرمي على الشرطة قنابل وبيتحرك وهو بيضرب عليهم نار علشان يفتكروا إن اللي فوق الفريق كله مش شخص واحد بس. في الوقت اللي كارين بتاخد الفريق وبتهرب وصاحبنا فوق لوحده وكمان بتوصله عناصر الشرطة، فبيدخل معاهم في معركة وضرب نار لحد ما ذخيرته بتخلص، فبياخد شنطته وبيكسر الإزاز وبينزل للدور اللي تحت. ساعتها بيهجم على واحد وبيقدر يخنقه وبيخلص عليه، وبيرمي قنابل دخان على السلم علشان اللي طالع له، وبينزل يقابل واحد وبيضربه وبيرميه من الدور الأخير علشان يخوف الباقي، وبياخد سلاح من واحد تاني وبيضرب عليهم نار وهو مصاب إصابات خطيرة، لكن بيكمل مقاومة لآخر نفس، وبينزل تحت يموت فيهم وبيستخبى تحت السلم بعد ما رمى كل المتفجرات اللي معاها علشان يدمر المكان كله. وبعد فترة من الصمت الجنود بتقوم وهو بيقوم معاهم، لكن وهو متنكر في زي الروس، وبيخرج من غير ما حد ياخد باله منه، ودي كلها كانت خطته للهروب. وبياخد عربية وبيروح للمكان اللي أصحابه فيه وهو مش قادر، وكارين بتلحقه وبتدخله للغرفة بتاعتهم، فصديقه رايتر بياخده وبيشيله لحد ما بيوصلوا للسفينة اللي هتهربهم من هنا. وساعتها جون بيقول لهم إن الوزير هو اللي ورا كل ده ورمانا هنا علشان نموت، فرايتر بيقول له لسه مش معانا أدلة كافية علشان نواجهه، بس الأول في شنطة فيها فلوس تقدر تاخدها وتختفي، لأني قلت إنك مت في روسيا علشان ما ترجعش تتسجن تاني في أمريكا لحد ما نشوف حوار الوزير ده. ساعتها صاحبنا بيعتذر له لأنه كان شاكك فيه وبيحسبه خاين، وبعدها بنشوف الوزير وهو في مطعم وبيسمع الأخبار وعرف إن المهمة نجحت بالنسبة له والجنود ماتوا في روسيا، فبيروح للحمام وهناك بيتفاجأ بجون اللي بيقول له ما كنتش عامل حسابك إننا هنرجع علشان بعتنا نموت أصلا، وبيخنقوا لحد ما بيغمى عليه وبطريقة بيخطفوا في عربيته. ولما بيفوق بيكون عايز يفهم منه ليه كل ده وليه بيقتل جنوده اللي عملوا له مهماته، وكمان ليه قتل مراته وبنته. فلما بيرفض يقول له بيعرفوا ان مصير اسرته هتكون نفس مصير اسرة جون، فبيبدأ يقول له السياسة اللي ماشية بيها البلد لان عدوتهم الاكبر هي روسيا، علشان كده بيحاولوا يدخلوها في صراعات مع دول تانية تضعفها، وامريكا تقدر تدي لهم الاسلحة وتكسب من السبوبة دي. وعلشان كل ده يحصل لازم شوية جنود
شباب زي جون وصحابه يروحوا في مهمات من دي ويموتوا عشان البلد تعيش، فبيقول له انت مش هتعيش، وبينط بالعربية من فوق كوبري وبينزلوا في المية، وبيخليه يقول اسم مراته قبل ما يموت لانه السبب في قتلها، وبيقعد وسط المية وهو بيفتكر مراته وعايز يموت علشان يقابلها في الحياة التانية. وبعدها بيعملوا مراسم دفن الجون اللي مات، وكارين بتكون حاضرة ومتأثرة، ولما بتخلص وبتروح تركب عربيتها بيكون قاعد وراها وبيقول لها حلوة التمثيلية دي، وبنعرف انها جت انقذته بعد ما الوزير مات، وخدوا جهاز التسجيل اللي كان معاها علشان ياخد اقوال الوزير، والتسجيل ده اللي رايتر بيوصله